المدير الإداري للمنتخب الوطني مصطفى جمال المساعد رينيه يتابع المحترفين في دورياتهم وإيمار شير عودته قريبة. بإذن الله راح يكون السفر يوم 15 نهاية اليوم، وقرعة البلاي اوفز راح تكون في ماليزيا مقر الاتحاد الآسيوي يوم 17 ان شاء الله. يعني طبعا احنا نتامل ان تكون قرعه جيده، لكن مثل ما ذكر المدرب بالمؤتمر الصحفي انه الفريق ما يهتم من المنافس، لانه اللي يريد يتاهل ما يشوف مهما كان المنافس هو راح يكون يفوز عليه ويصعد ان شاء الله باذن الله. جوله يمكن المدرب مع رينيه مع اللاعبين. المدرب وضح السيد رينيه هو دوره هو متواجد في اوروبا، السيد ارنولد دوره متواجد بالعراق يتابع اللاعبين المحليين، السيد رينيه يتابع اللاعبين اللي موجودين خارج العراق، يتابعهم بشكل دوري وبشكل دائم، واحنا على تواصل واجتماعات مستمره، والحمد لله يؤدون دورهم بشكل جيد جدا بخصوص هذا الشيء. ان شاء الله متابعين بشكل حثيث لعودته باذن الله باسرع وقت ممكن، متواصلين وياه بشكل شبه اسبوعي، شبه كل 3-4 ايام عن طريق المدرب والمساعدين، وان شاء الله طبعا مو بس هو، اكثر اللاعبين احنا نتواصل وياهم بشكل يعني نصف اسبوعي او اسبوعي، وان شاء الله باذن الله نتمنى ان شاء الله ونتمنى شفاء. ايضا في عندنا لاعبين مصابين ايضا، اخص بذكر ايضا مصطفى سعدون ايضا مصاب، ايضا عندنا لاعبين مصابين اخرين ما تحضرني الان الاسماء، لكن الكل متابعين لهم بنفس التركيز وبنفس الدقه، لان الكل مهمين عندنا والكل نحتاجهم في رحلتنا للتاهل ان شاء الله الى كاس العالم.